مساء الخير على كل حلوياتي. مفيش حد في الدنيا ربنا مديله مواهب وقدرات وحد تاني ما عندوش مواهب وقدرات. كل البني ادمين اللي في الدنيا عندهم مواهب وقدرات وروحانيات وعندهم حاجات كتيرة قوي. بس الفكرة انه في حد اكتشف انه عنده المواهب والقدرات دي، وان حد تاني لسه ما اكتشفش. واللي لسه ما اكتشفش شايف نفسه انه عاجز، وانه محلك سر، وانه مش قادر يعمل حاجة، وانه لا حول ليه ولا يقدر يعمل اي حاجة خالص. الفكرة نفسها انك محتاج تبتدي تسأل نفسك سؤال: هو انا بحب ايه؟ هو ايه الحاجات اللي انا كنت شاطر فيها زمان؟ طب ايه الحاجات اللي انا بعرف اعملها؟ ايه الحاجات اللي الناس بتقول عليا ان انا ممكن بفهم فيها حتى لو ملهاش علاقة بالشغلانة اللي انت بتشتغلها دلوقتي؟ ابتدي. بداية المعرفة بتكون سؤال، دي حاجة. الحاجة التانية انك محتاج انك ممكن تاخد كورسات علشان يعني تنمي المواهب اللي تكون عندك. تالت حاجة الخبرات اللي في الحياة بتساعدنا انه احنا نقدر نكتشف الحاجات اللي احنا بنفهم فيها او اللي احنا بنعرفها، لان احنا ممكن نكون بنعمل شيء وبمحض الصدفة بنلاقي نفسنا انه احنا رحنا مالت لشيء تاني. فده معناها انه الحاجة دي ممكن تحقق لنا الشغف والسعادة فيما بعد، وتلاقي نفسنا انه احنا عندنا المواهب والقدرات ديت. كمان انك محتاج تسمع للمرشدين الروحانيين اللي ممكن يجولك في الاحلام، يشيرولك لبعض الرسائل انك عندك مواهب لحاجات معينة. محتاج تصدق الاحلام بتاعتك، وان انت تبتدي تدور في الحاجات ديت وتطور من نفسك فيها. وكل لما انت بتبحث اكتر وبتتعلم اكتر، كل لما هتكتشف نفسك اكتر واكتر. انت بس محتاج انك تعرف كل الحاجات ديت قبل ما تقول ان انا ما عنديش مواهب. وفي الاخر انت شاطر، انت قوي، انت تقدر تعمل اي حاجة. اؤمن بربنا، اؤمن بنفسك. يومك جميل.